السلام عليكم، مرحبا يا مساء الورد. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى طبق كشري مصري ممكن تعمليه في البيت بكل التكات وتركات محلات المشهورة في عمل الكشري زي أبو طارق. هنشوف مع بعض. أنا معايا كوباية من الحمص الشام، طبعا هغسله وهنقعه في مية لمدة ليلة، يا دوبك المية تغطيه عشان حجمه بيتضاعف. زي ما حضرتك شايفة حجمه الفرق ما بين قبل وبعد النقع. طبعا ده بيساعد الحبايه بتاعتي ان لونها يفتح، وكمان تساعدني في السلق وما تاخدش وقت طويل. طبعا هنزله في حله وهغطيه ميه وفيره بحيث ان يبقى سهل ان هو يتسلق تماما. هبتدي دلوقتي اضيف شويه من الملح، وحابه تضيفي ربع معلقه بسيطه جدا من الكمون، بس انا ما بفضلش لان انا مش عايزه اغير لون الحمص الشام بتاعي، عايزاه يفضل باللون الابيض الجميل ده. هرفعه على نار متوسطه وهسيبه يتسلق. هنشوف مكونات الطبقه الاولى. انا معايا كوبايه من العدس الاسمر، طبعا ده متنقي، ومعايا كمان كوبايه ونص من الرز الابيض المصري، ومعايا نص كوباية من الشعرية. طبعا الكوباية يعتبروا 1:2، يعني نص كوباية الرز مع العدس كملوا لي كوباية، تعتبر كوباية من الرز، يعني نسبة 1 عدس إلى 2 رز. هبتدي دلوقتي اغسل العدس بتاعي وهصفيه وهنزله في حلة برضو، وهبتدي اغطيه بالمية وهرفعه على النار متوسطة. طبعا انا كان ممكن ان انا انقع العدس لمدة 2-3 وبعد كده اضيفه للرز، بس انا هقولك بعدين انا عملت كده ليه. هنبتدي دلوقتي نعمل الصوص بتاع الطماطم. انا معايا حوالي 1.5 كيلو من الطماطم، هعصره وهصفيه. طبعا انا عصرته بدون ميه، يعني انا مش محتاجه. لو الطماطم بتاعتك ماسكه شويه ممكن تحطي ربع كوبايه ميه، لكن انا عصرته بدون ميه لان انا عايزه ابخر الميه اللي موجوده في الطماطم. هرفعه على نار متوسطة. أنا معايا 5 حبات من البصل متوسطين الحجم. أهم حاجة في البصل إن أنا أختار بصل يكون مفهوش نسبة السكر عالية، مفهوش نسبة مية كبيرة، فالأسلم هو البصل المصري أو البصل الأمريكي الأصفر، لكن الأبيض مش هيبقى جيد معانا وهيقعد ينزل مية كتير. طبعا أنا بقطعه بالقطاعة عشان أوصل لأحجام متساوية تاخد تحمير متساوي في الطاسة، يعني مفيش واحدة تتحمر معايا والتانية تبقى لسه عريضة فلسه فيها نسبة مية. انا دلوقتي اللي انا هعمله ان انا هنزل ربع كوباية من الزيت على البصل اللي انا قطعته. ده البصل طبعا اللي هو الورد بتاعنا. هحاول ان انا بقدر الامكان اقلل البصل في الزيت لغاية ما اخد نكهة البصل في ربع كوباية الزيت. وهقولك انا عملت كده ليه، لان انا عايزه كل الاطباق بتاعتي تبقى واخده من نفس النكهه. احنا معانا دلوقتي رفعنا على النار العدس والصلصه والحمص وكمان البصل في وقت واحد عشان ننجز وقتنا. انا دلوقتي طبعا طول ما البصل بيتحمر انا عايزاه يدبل بس. ومعايا دلوقتي حمص الشام، انا طول ما هو بيتسلق انا بشيل من عليه الريم زي ما حضرتك شفتي، وبحاول ان انا احس الحبايه هل استوت ولا لا. ساعتها لو اتهرست معايا بالشكل ده يبقى اوريدي هو كده تمام، هشيله من على النار. يبقى احنا كده خلصنا الحمص بتاعنا وهنسيبه في المية بتاعته، مش هتنزل عن المية. معايا العدس بدأ يتسلق خلاص، الحباية متماسكة زي ما حضرتك شفتي. المية دي انا لازم اتنزل عنها، ولذلك انا سلقت العدس بتاعي لان المية دي هتسبغ لي الطبقة بتاعت الرز ومش هتوضح لي الرز من العدس من الشعرية، فلذلك انا مرضتش ان انا انقعه وبعد كده ان انا اضيفه للرز على طول. وبعد كده هصفيه من المية البني دي وهغسله وهسيبه يتصفى. هنشوف الطماطم بتاعتنا بدأت خلاص المية اللي جواها تتبخر، ده اللي انا عايزاه. طبعا انا ببخر المية الاول عشان اخلي النكهة انا بحتفظ بيها لاكبر وقت ممكن وتديني طعم وتست اعلى. هبتدي دلوقتي اعمل التركيبة السحرية اللي هتدي الصلصة بتاعتنا طعم وريحة جبار حقيقي، ودي بمشورة يعني
يعني المحلات الكبيرة زي أبو طارق دي من التركات اللي هو بيستخدمها. أنا هاخد حبات ورق اللوري هطحنها طبعا لغاية ما تهمد معايا شوية في المطحنة، وبعد كده هضيف لها الحبهان. ما أقولكيش على ريحة الحبهان وعلى النكهة اللي طالعة من الصلصة بتاعتي. هبتدي أطحنه لغاية ما يبقى بودر زي ما حضرتك شايفة، ويحبذ إن هو يبقى قبل طبق الكشري اللي أنا هعمله أعمل البهار بتاعي ده. وشوفي لونه رائع وطبعا ناعم جدا. هحاول احتفظ بيه في برطمان مغلق عشان احافظ على الريحة. هنبتدي دلوقتي نعمل الطشة بتاعة الصلصة بتاعتنا. هنزل بربع كوباية من الزيت وعليهم معلقة كبيرة من الثوم المفروم. كل الموضوع ان انا هحاول ان الثوم طبعا، ومعايا كمان ربع معلقه من الكزبره، دي بتدي نكهه جميله جدا وتست عالي. وما بحاولش ان انا اكتر بكميات كبيره من البهارات عشان ما تغمقليش الصلصه بتاعتي. هبتدي انزل الكزبره على الثوم يا دوبك اشم ريحتهم، عشان لو الكزبره اتحرقت هتدي مراره. وهنزلها على الطماطم بتاعتي، وهبتدي انزل الملح حسب الرغبه، وهنزل ربع معلقه من الكمون، وكمان هننزل عليها ربع معلقة كمان من الحبهان وورق اللوري اللي احنا طحناه. انا مش هكتر الكمية عشان ما تغيرليش لون الطماطم. طبعا العين بتاكل قبل اي شيء، فانا لازم اشوفها باللون الرائع ده. هبتدي انزل كمان بمعلقة ونص من الخل، بتديني تست المزازة مع التسكيرة، بتدي طعم رائع جدا. وهقلب المكونات زي ما انت شايفة كثافة الطماطم بتاعتنا بقت كثيفة. عايزاكي كمان تشوفي لونها. البهارات بتاعتي ما غيرتش في اللون ولا خليتها لونها غامق، لا خليتها لسه باللون بتاعها الممتع. يبقى كده الصلصة بتاعتنا جاهزة. هبتدي اروح للبصل بتاعي. طبعا معايا منشفة عشان هبطلع عليها البصل في النهاية، لكن دلوقتي انا بدبل البصل في الربع كوباية الزيت اللي انا استخدمتها بس. وبعد كده هنقل البصل بتاعي كله لقلاية. العامل السحري في وصول البصل للشكل الجميل المكرمل الذهبي اللي لونه فاتح هو استخدام الزيت الغزير، وده بيحصل في كل المحلات الكبيرة. ما بيستخدموش طاسة عادية، لا زيت غزير. سيبك بقى من حتة ان احنا نحط دقيق ونحط نشا عشان يكرمل، لا، النتيجة هي أهم حاجة وجود زيت غزير. ده ناتج البصل، الزيت اللي أنا حمرت فيه البصل عشان أخد منه نكهته. هبتدي أعمل فيه الرز بتاعي. أنا نزلت نص كوباية من الشعرية هحمرها، وزي ما حضرتك شايفة البصل بدأ يظهر معايا البواقي، والنكهة طبعا كلها طالعة، والريحة ما أقولكيش عليها. هنوصل للتحمير بتاعنا لغاية ما يبقى باللون الذهبي ده. هنزل بالرز المغسول طبعا اللي هي الكوباية ونص رز، يعني نص كوباية الشعرية مع الكوباية ونص رز عملوا لي يعتبر 2 كوباية من الرز. هنقلب المكونات كلها في بعضها، وهننزل بالعدس المسلوق. طبعا مسلوق نص سلقة، الحباية محتفظة بحجمها ما اتكسرتش معايا، وفي نفس الوقت تنزلت عن المية اللي ممكن تسبغ لي الرز بتاعي وابقى مش عارفة احدد المكونات الطبق بتاعي. هبتدي انزل دلوقتي بكوبايتين من المية، لان زي ما قلنا احنا نعتبر دلوقتي استخدمنا كوبايتين من الرز، كوباية ونص رز على نص كوباية شعرية. وطبعا العدس المسلوق مش هياخد ميه كتيرة لانه هو نص تسوية، يعني اعتبر ان انا بسويه على بخار الطبق بتاعي. هستنى لما الطبق بتاعي يشرب، الرز بتاعي يشرب الميه، وبعد كده هغطيه وهخفض الحرارة وهسيبه شوية، وبعد كده هقلبه عشان اخلي المكونات كلها تختلط في بعضها. زي ما حضرتك شايفة الرز بتاعنا واضح، العدس بتاعنا محتفظ بحجمه، الشعرية بتاعتنا لونها واضح. لو انا نزلت العدس بدون ما يتسلق هيسبغ لي كل ده. هنبتدي دلوقتي نعمل الطبقة النهائية اللي هي طبقة المكرونة. هنزل بمعلقتين من الزيت وشوية ملح في مية، وهسيبهم لغاية ما يغلوا. ومعايا كوباية ونص من المكرونة، اصغر حجم من المكرونة زي ما حضرتك شايفة كوباية ونص.
ومعايا حوالي 100 جرام من المكرونة الاسباجيتي، هقطعها على 4 قطع بحيث ان هي ما تبقاش طويلة اكتر من اللازم وتغلبني وانا بطلعها بالمعلقة مع مكونات بقية الطبق، يعني ما لقاهاش تقع من المعلقة بتاعتي. زي ما حضرتك شايفة المية غلت، هبتدي انزل بالمكرونة، وطول ما انا واقفة هقلب فيها لمدة ال5 دقايق الاولانيين او لمدة 3 دقايق بحيث ان انا اساعدها انها ما تلزقش في بعضها. وطبعا زي ما حضرتك عارفة أنا بستخدم مكرونة مصنوعة من دقيق الذرة، فلذلك هي لونها مميز. لو أنا بستخدم مكرونة من الدقيق العادي يبقى أنا لازم أحط زيت وأحط ملح وأفضل أقلب لغاية وعلى نار هادية لغاية لما المكرونة تتسلق. زي ما حضرتك شايفة المكرونة بتاعتنا اتسلقت بعد مرور 8 دقايق. هبتدي أصفيها من المية بتاعتها وهحطها تاني في الحلة وهرش عليها رشة خفيفة من الملح. أنا بنكهها لأن أنا ممكن أكلها من غير أي حاجة، يعني أنا بحاول. وهنزل عليها كمان بمعلقة صغيرة من الزبدة وهقلبها، ده بيساعدها إنها ما تبقاش ملزقة في بعضها بعد ما تبرد، وفي نفس الوقت إن كل طبقات الطبق بتاعي لها طعم مميز. يعني مش شغل ده بقى شغل البيت، يعني إن أنت بتهتمي جدا بكل حاجة أنت بتعمليها. هنزل بمعلقة كبيرة أو معلقة وربع صغيرة من الثوم المفروم، وعليهم معلقتين من الكزبرة ومعلقة من الكمون، كل دي معالق صغيرة. وهنزل عليهم كمان بمعلقتين كبار من عصير الليمون. هنعمل دلوقتي طبق دقة الثوم اللي انا هاكلها مع العدس بتاعي. خلاص تمام كده، معلقتين كبار. هبتدي انزل كمان بربع كوباية من الخل الابيض، ده التست الاساسي في الدقة بتاعتي والمكونات الاساسية. وزي ما حضرتك عارفة لازم طبعا ننزل الملح، والملح مش هنكتر في الملح لان احنا حاطين خل فالطعم هيبقى شديد شوية. هبتدي انزل عليهم بنص كوباية من المية عشان اخفف حدة الخل، وكده الدقة بتاعتنا شكرا جاهزة معانا. هنبتدي نعمل دقة الطماطم. هناخد معلقة كبيرة من الطماطم اللي احنا خلصناها الصلصة بتاعتنا، طبعا ده لمحبي الشطة فاحنا هناخدها على جنب كده ومش هنحط شطة في كل الكمية. وهنزل بمعلقة صغيرة من الشطة، وهنزل بمعلقتين من الزيت النباتي العادي، وهقلب المكونات في بعضها لغاية ما اشوف السمك بتاعها. حبيت ان هي تخف شوية، طبعا هي متنكهة 100%، هننزل عليها بمعلقة او معلقة ونص من الدقة اللي احنا عملناها دقة الثوم عشان نخفف في وزنها شوية او في كثافتها. زي ما حضرتك شايفة انا كده خلصت الدقتين، دقة الثوم ودقة الصلصة الحارة. هبتدي دلوقتي ارتب الطبق بتاعي. انا حطيت المكرونة في بولة بحيث ان انا اعمل شكل هرمي، وهبتدي دلوقتي انزل عليها بالرز بتاعي الجميل المفلفل اللي حضرتك شايفاه. كل حاجة كل مكوناته واضحة، مفيش حاجة غلبت على المكون التاني، في نسبة وتناسب ما بين العدس وما بين الرز والشعرية. هبتدي احط طبقتين وهضغط عليهم تمام وهقلبهم في الطبق التقديم، وهاجي على الحواف احط شوية من طبقة الرز والعدس عشان تعمل لي تباين في الالوان وتعرفني مكونات الطبق بتاعي. كل الموضوع ان انا كنت عايزة اوصل للشكل الهرمي. هبتدي اجيب الحمص بتاعي وازوق الطبق بالشكل الذي يروق ليكي، يعني كل واحد وليه تكنيكه وليه شكله والاسلوب اللي بيحبه. انا حبيت اعمل شكل بسيط بس بحيث ان الطبق بتاعي برضو يبقى واخد كل المكونات وسخية في عمايل الشيء، يعني مش بحط بكميات قليلة. هبتدي اعمل منظر ديكوري كده، خطوط فوق الهرم اللي انا عملته، ده هيوضح لي ان انا عاملاه على شكل البومبي، وفي نفس الوقت هيدي منظر جمالي حلو. طبعا الديكور ده شيء يرجع لك بالشكل اللي يعجبك واللي يناسبك. ده شكل بسيط. هبتدي اجيب الورد بتاعنا، طبعا ده الاسم المتعارف عليه في محلات الكشري. هبتدي ازوق بيه، وزي ما انت شايفاه كريسبي 100%. قعد معايا لتاني يوم كريسبي لغايه ما الكميه كلها خلصت بالطريقه دي يعني. ولونه الذهبي الممتع، ما فيهوش لون مطفي، الدقيق بيطفي لونه وما بيخلوش حلو.
كده احنا خلصنا بالطبق بتاعنا. هنقدم معاه الدقة، هنقدم معاه شوية كتير كده من الورد بتاعنا او البصل الكريسبي للي حابب ان هو يزود معاه ليمون معصفر. معاه الطبقه الاولانيه رز الرز بمكوناته، ومعاه كمان المكرونه، وكمان معانا الدقه الشطه بتاعتنا، ومعانا كمان حمص للي عايز يزود. يعني دي مكونات طبقنا. يا ريت يكون عجبكم، يا ريت يكون نال اعجابكم، ويا ريت ما تنسونيش من الدعاء في صالح اعمالكم ليا ولأم الغاليه بالرحمه والمغفره. اكون سعيده جدا وممنونه، واسيبكم في رعايه الله، ومع الف سلامه.